النهاردة احنا مش هنعمل مجرد فيديو عادي. احنا هنعمل دليل شامل عن حاجة هي العمود الفقري لأي حياة ناجحة، وهي الروتين. هنتكلم عن الروتين من الألف للياء، ويعني ايه روتين أصلا، وليه هو مهم لدرجة اننا نقعد نكتبه، وازاي تعملي روتين ينجح معاكي انتي بالذات. وفي الاخر هقولك خلاصة الروتينات اللي انا ماشية عليها في بيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد في قناتي بهدوء مع هاجر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الروتينات وقد إيه هي بتنظم حياتنا وبتنظم وقتنا، وما بتخليش اليوم يمشي عشوائي أو يمشي بدون هدف وبدون تخطيط. أولا، يعني إيه روتين أصلا وليه بنحتاجه؟ الروتين يا جماعة ببساطة هو طريقة ثابتة ومعتادة ومنظمة لعمل مهامك اليومية. يعني حاجة انتي عارفاها وحافظاها وبتعمليها كل يوم بشكل مقصود، وحطي تحت كلمة مقصود دي 100 خط. الفرق بين الروتين المقصود والروتين العشوائي، في ناس كتير بتقول يا ست الكل ما احنا حياتنا كلها روتين وملل، ما انا كل يوم بعمل نفس الحاجة. خليني اقولك لأ، في فرق كبير بين اللي انتي بتعمليه وبين الروتين اللي بيغير الحياة فعلا وبيخليكي ماشية على نظام. الروتين العشوائي هو انك بتصحي من النوم، تغسلي وشك، تقعدي قدام التلفزيون شوية، وبعدين تقومي تعملي فطار وتفطري وتشربي الشاي أو القهوة، وبعد ما يضيع من يومك ساعتين تلاتة تبدأي تفكري يا ترى هعمل ايه النهاردة. ده روتين، أيوة، بس ده روتين غير نافع وما بيوصلش لأي هدف خالص. بالعكس، ده بيسحب طاقتك وبيخليكي تحسي بالملل والزهق. لكن الروتين المقصود اللي هو بقى بطل قصتنا النهاردة وبطل الفيديو بتاعنا، هو انك تكوني كاتبة بايدك المهام الأساسية اللي بتخدم أهدافك وأولوياتك. روتين بتفصل على مقاس حياتك انتي، بيخليكي تنجزي الحاجات المهمة اوتوماتيك من غير ما تستهلكي مجهود ذهني في التفكير، او تفضلي تسألي نفسك ابدأ منين واعمل ايه واحدد له وقت ازاي. طيب ليه الروتين مهم جدا في حياتنا؟ لو انتي فاكرة ان الكتابة والنظام ده رفاهية، فخليني اقولك ان الروتين هو اللي هيحميكي من الانهيار العصبي في نص اليوم. اكتساب عادات حسنة والتخلص من السيئة. الروتين هو المصنع اللي بيصنع العادات. لو انتي عاوزة تتعودي تشربي مية كتير، أو تقرأي ورد يومي، أو تلعبي رياضة أو أيا يكن، لو الحاجات دي مش محطوطة في روتين ثابت ومكتوب، مكتوب بخطوات، هتتنسي في وسط زحمة اليوم. الروتين بيخلي العادة الجديدة جزء من يومك لحد ما تبقى طبيعية زي النفس اللي بنتنفسه. وفي نفس الوقت الروتين المليان حاجات مفيدة بيسد الطريق على العادات السيئة، زي القعدة الطويلة قدام الفيسبوك أو اليوتيوب أو التلفزيون بعد ما الولاد يمشوا أو يروحوا المدرسة. تاني حاجة، توفير الوقت والمجهود الذهني. مخنا ده عامل بالظبط زي البطارية، كل قرار بتاخديه الصبح بيسحب من شحنها. لما تصحي وانتي عارفة السيستم بتاعك بتاع اليوم هيمشي ازاي، انتي كده بتوفري طاقة مخك للحاجات الأهم. مش هتضيعي وقتك في التخطيط كل يوم، لأن الأساسيات خلاص بقت محفورة ومكتوبة. تالت حاجة، كم مرة نسيتي تطلعي اللحمة من الفريزر، أو نسيتي ميعاد الدواء، أو نسيتي تسقي الزرع؟ كل ده علشان الروتين بتاعك مش كاتباه قدامك ومش كاتبة خطواتك. الروتين المكتوب قدام عينك بيخليكي مطمنة إن مفيش أي حاجة هتقع منك ولا هتنسيها، وده طبعا بيقلل التوتر والقلق بنسبة كبيرة جدا. رابع حاجة، بيرفع المهارة وسرعة الإنجاز. تخيلي انت بتعملي نفس الحاجة كل يوم بنفس النظام، مخك وإيدك هياخدوا عليها لدرجة إن الحاجة اللي كانت بتاخد منك ساعة هتاخد نص ساعة وبإتقان أكبر. السرعة دي هتديكي تحفيز إنك تعملي حاجات تانية زيادة كنتي فاكرة إنك ما عندكيش وقت ليها. خامس حاجة، هيديكي ثقة في النفس وهتحسي إن انت مسيطرة على يومك ومسيطرة على حياتك. لما بتخلصي روتينك بنجاح بتحسي إنك مالكة زمام أمورك. الثقة دي بتنعكس على تعاملك مع جوزك وولادك، وبتبقي هادية ومش مشدودة وعارفة إن يومك ماشي صح. رقم 6، بيوفر عليكي فلوس. أيوة، الروتين بيوفر عليكي فلوس. روتين الوجبات مثلا بيخليكي تشتري طلباتك بالظبط مرة في الأسبوع أو في الشهر، وبتبقي مشترية الحاجات اللي انتي عايزاها بالظبط لأن انتي أصلا كاتباها، فمفيش طلبات دليفري. وطبعا احنا بنطلب دليفري فجأة عشان ما بيبقاش فيه أكل في البيت أو مفيش خضار، فعشان كده بنطلب دليفري، فالقصة دي هتنسيها تماما. وطبعا مفيش أي أكل عندك هيبوظ في التلاجة علشان انتي ناسياه وناسية ان انتي كنت مشترياه. طيب ازاي تعملي روتين لنفسك؟
عشان تعملي روتين ينجح فعلا لازم تمشي على الخطوات دي. أول حاجة راقبي يومك. قبل ما تكتبي أي حرف قضي أسبوع بتراقبي فيه نفسك، بتعملي إيه من ساعة ما تصحي لحد ما تنامي. اكتبي كل حاجة بالتفصيل، ومن هنا هتكتشفي لصوص الوقت اللي بيسرقوا منك يومك وبيضيعوا عليكي وقت مهم كان ممكن تنجزي فيه حاجات كتير. رقم 2، حددي الأساسيات والمواعيد الثابتة. كل واحدة ليها مواعيد لازم تكون محدداها، زي ميعاد الشغل، ميعاد رجوع الولاد من المدرسة، ميعاد رجوع الزوج. ابدأي روتينك حوالين المواعيد دي، وده هيكون سبب كافي جدا ان هو يظبط لك يومك. رقم 3، اعرفي وقت ذروة نشاطك بتبقى امتى. في ناس بتبقى صباحية، بتقدر ان هي تصحى من الساعة 7 الصبح وتعمل كل حاجة في البيت وتظبط كل حاجة وتخلص المواعين وتعمل الغدا. وفي ناس بتبقى مسائية، ما بتعرفش تركز غير بعد المغرب مثلا. فانتي شوفي نفسك واعرفي امتى وقت ذروة نشاطك، انتي ايه اكتر وقت بتبقي نشطة فيه وبيبقى عندك طاقة ان انتي تنجزي اكتر وتعملي حاجات اكتر في البيت. رقم 4، قسمي الاهداف الكبيرة لمهام صغيرة. زي مثلا ان انتي عاوزة تخسي، ما بتكتبيهاش كده بس، لا انتي بتحطي في روتينك كل يوم مثلا 10 دقايق رياضة. لو عاوزة تحفظي قرآن، هتحطي في الروتين بتاعك أو في التودو ليست اللي انتي هتعمليها تحطي صفحة واحدة مثلا في الروتين كل يوم. رقم 5، اكتبي الروتين وعلقيه. الروتين اللي في الدماغ بيتبخر، ولا كأنك كتبتيه بالظبط، ولا كأنك قصدي يعني عملتيه. لازم يكون مكتوب في مكان واضح قدامك. شوفي بقى ايه اكتر مكان انتي بتتواجدي فيه وحطي فيه الخطوات دي قدام عينك عشان تبقى واضحة وتبقي شايفاها. حطيه مثلا على التلاجة لو انتي بتقفي اكتر وقت ليكي في المطبخ، اكتبيه في بلانر او حتى على باب المطبخ. طيب ازاي تستمري وتتمسكي بالروتين؟ ايه هي اسرار الاستمرارية؟ كتير مننا بيتحمس يومين ويسيب الروتين، وعشان تستمري اعملي القواعد دي. اول حاجة، ابدأي ببساطة، بلاش تعملي روتين انتحاري فيه 50 خطوة. ابدأي ب3 حاجات بس في الروتين الصباحي و3 حاجات بس في الروتين المسائي، ولما تنجحي فيهم زودي بالتدريج. رقم 2، المرونة هي المفتاح. لو جالك ضيف فجأة أو طفل لا قدر الله تعب أو النت فصل، عادي جدا، الروتين مش قرآن، هو أداة لخدمتك مش سجن ليكي تفضلي محبوسة جواه. يعني لو فوتي حاجة النهاردة ما عملتيهاش، ممكن تتعمل بكرة عادي جدا بمنتهى الهدوء. رقم 3، اهتمي بنفسك. لازم الروتين يكون فيه فقرة لنفسك، وقت تشربي فيه قهوتك بهدوء، وقت تحطي فيه ماسك لبشرتك، أو حتى وقت تقعدي فيه تفكري في هدوء. لو انتي مش سعيدة الروتين ده مش هينفعك. مهما عملتي روتينات مش هتقدري ان انتي تمشي عليها طالما انتي مش محددة وقت لنفسك بتاخديه لنفسك كمكافأة ليومك على الإنجازات اللي انتي حققتيها وعملتيها. وعشان نبقى عارفين ان الروتين بيحمي النفس من ان هي تدخل في دوامة الاكتئاب. رقم 4، كافئي نفسك. زي ما قلنا، لما تخلصي الروتين الأسبوعي كله مثلا، كافئي نفسك بحاجة بتحبيها، أكلة حلوة، حلقة من مسلسل، أو حتى خروجة بسيطة. المكافأة هي اللي بتشحن طاقتك للأسبوع اللي بعده. الروتينات ال5 الأساسية في حياة أي حد هنتكلم عليهم دلوقتي. زي ما قلنا قبل كده، لازم يكون في نظام مكون من 5 روتينات أساسية، ولازم يكونوا موجودين في حياة أي حد، وهقولهم لك سريعا كده في عجالة، وانتي تكتبي عليهم أو تاخديهم كبداية وتكتبي عليهم الروتين بتاعك هيبقى عامل ازاي. رقم 1، الروتين المسائي، وده بنعتبره أهم روتين، ده الملك. لو عملتي روتين مسائي صح هتصحي الصبح ملكة. ان انتي مثلا تجهزي لبسك بتاع بكرة، تنامي والمطبخ يكون نظيف، تكتبي المهام بتاعتك بتاعت بكرة قبل ما تنامي، تروقي الصالة. تاني حاجة الروتين الصباحي، وده اللي بيظبط ترمومتر البيت كله قبل ما الكل ينزل من البيت. زي مثلا ان انتي تطلعي الاكل بتاع الغدا اللي انتي هتعمليه النهاردة، تكتبي التودو ليست بتاعتك وتبقي محددة هتعملي ايه في خلال اليوم بالظبط. رقم 3، روتين التنظيف، سواء يومي أو أسبوعي أو موسمي، عشان الشقة تفضل دايما مقبولة ومن غير مفاجآت، زي مثلا يتكوم عليكي غسيل كتير أو يبقى فيه تراب كتير في البيت. رقم 4، روتين الوجبات، وده المنقذ المالي والذهني، وبيوفر في الوقت وفي الفلوس. يعني تبقى عاملة روتين للوجبات وعارفة انتي كل يوم هتفطري ايه وهتتغدي ايه وهتتعشي ايه،
بالظبط. وطبعا ده بيوفر عليكي وقت عشان ما بتقعديش تحتاري هناكل ايه النهارده وهنتغدى ايه النهارده، وبيوفر عليكي فلوس لان انتي ما بتشتريش حاجه ملهاش لازمه، انتي بتشتري على حسب الجدول اللي انتي عاملاه. رقم 5 واخر حاجه هو روتين الاولاد، عشان اعلمهم ان في ورقه وقلم ونظام، واقلل الخناقات بتاعه شيل لعبك من على الارض ورتب سريرك قبل ما تقوم وقبل ما تخرج من الاوضه. فروتين الأولاد ده مهم جدا علشان يعلمهم النظام، ويعلمهم لما يكبروا يبقى لهم أسلوب في حياتهم يمشوا بيه زي اللي احنا بنعمله دلوقتي بالظبط. يا رب يكون الفيديو ده شجعكم تبدأوا تمسكوا ورقة وقلم وتنظموا حياتكم. الروتين هو اللي هيخليكي تحسي انك ست بيت شاطرة، وفي نفس الوقت ست مرتاحة نفسيا. عاوزة أعرف رأيكم في التعليقات، هل انتي مع الروتين ولا شايفة انه بيأيد حريتك؟ ولو عندك فكرة تانية بتساعدك تلتزمي ياريت تقوليها لنا علشان كلنا نستفيد. متشكرة ليكم جدا، واستنوني في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.